في المرحلة دي من الترياسي الكائنات البرية كانت عاملة زي الناس في أول يوم ليهم في شغل جديد، مش عارفين مين المدير ولا فين المكتب ولا حتى مين بياكل مين. بس بالرغم من الفوضى النظم البيئية بدأت تتكون. خلينا نبدأ بالنباتات. النباتات هي اللي بتأسس أي نظام بيئي، وفي الترياسي النباتات بدأت فعلا تثبت نفسها بقوة. الغابات كانت لسه مش مكتملة، بس كان في حضور واضح لنوعين كبار: الصراخس البذريه السيد فيرنز، وهي الصراخس اللي بتنتج بذور، وعريات البذور الجيمنوسبيرمز، وهي نباتات بتنتج بذور من غير ما تكون جوه ثمر. ودول كانوا الملوك وقتها، مش بسبب التنوع لكن بسبب السيطره. يعني تخيلوا معايا ملعب فيه فريقين بس فريق منهم واخد الكره 90 دقيقه. ده بالظبط اللي حصل. عريات البذور كانت مهيمنه على المشهد، لكن مش بالضروره انها كانت متنوعه بشكل مرعب. طيب هل التنوع ولا السيطره؟ اهو هنا السؤال المهم، هل كان عندنا تنوع كبير؟ بصراحه لا، مش قوي. التنوع كان موجود بس بسيط، يعني في شويه انواع هنا وهناك، بس السيطره كانت شبه مطلقه لمجموعه معينه من النباتات، خصوصا الكونيفرز او الصنوبريات. يعني كل الارض كانت تقريبا معموله ديكور بنفس العائله النباتيه، وبرغم كده كانت النباتات بتوفر الاساس الغذائي والبيئي لباقي الكائنات. فهي اللي بتصنع الاكسجين وتوفر المأوى وتدي شكل حلو للترياسي رغم الشحوب.